يحكى أن رجلا من العرب كان يدعى جبرا، وكان كثير الترحال، وفي إحدى رحلاته دخل قرية ومر بمقبرتها، فرأى أمرا عجيبا. رآهم قد كتبوا على شواهد القبر اسم الميت وعمره، وما زاد دهشته أن الأعمار كانت قصيرة جدا مقارنة بحجم القبور التي تبدو لأشخاص راشدين لا لأطفال صغار خطفتهم يد المنونة قبل أن يبلغوا سن الرشد. قرأ على شاهد القبر الأول: هنا يرقد سعد، عاش 1 و3 أيام. قرأ على شاهد القبر الثاني: هنا ترقد سعاد، عاشت 2 وأسبوعا. وكلما انتقل من قبر إلى قبر زادت دهشته، حتى وصل إلى حارس المقبرة فقال له: لقد عشت رجبا ورأيت عجبا، ولكني ما رأيت أعجب مما رأيت في قريتكم. ابتسم حارس المقبرة وقال له: لعلك تقصد الأعمار القصيرة المدونة على قبور الناس؟ قال جبر: أجل. قال حارس المقبرة: نحن لا نحسب من أعمارنا إلا أوقات السعادة التي عشناها، ونسقط أوقات الشقاء، فهذا سعد عاش 50 عاما، منها 1 و3 أيام سعيدا، وباقي 50 في الشقاء، فكتبنا أيام السعادة وأسقطنا أيام الشقاء. فقال جبر: إن أدركني الموت وأنا في قريتكم فاكتبوا على شاهد قبري: هنا يرقد جبر من بطن أمه إلى القبر.